رجعنا لكم تاني والتحكيم مع جريشة ومعكم جهاد جريشة. هناخد أول مباراة على طول نتكلم عن التحكيم فيها. ماتش أبو سليم الليبي والزمالك في الكونفدرالية الأفريقية. كان الحكم جاميه لامين. الحكم ده جنبي، هو اللي جاب على طول بعد بكاري جسامة. يمكن اتأخر كتير، هو 35 سنة. اتأخر كتير قوي على ما ياخد الفرصة، عشان جسامة كان بياخد كل حاجة. بس الحكم امبارح أو يوم المباراة، آسف مش امبارح، يوم المباراة كان أداؤه إلى حد ما مش وحش، بس برضه مش المستوى اللي كنا بنشوفه من بكاري جسامة، لكن هياخد الخبرات عشان يوصل للمستوى بتاع بكاري جسامة. في الدقيقة 38 كان في مطالبة لزيزو بركلة جزاء، لا وجود في اللعبة دي ركلة جزاء. لاعب وسليم الليبي نجح تماما في لعب الكرة، وبالتالي اصطدم بعد كده في رجل زيزو، والاستمرار اللعبي كان قرار صحيح من حكم المباراة. في الدقيقة 47 انذار اللاعب ابو سليم، اقصى درجات التهور مع زيزو لاعب الزمالك، لا ترقى للكارت الاحمر باي حال من الاحوال، لانها مسحة جانب القصبة، وبالتالي مفيش دخول كامل بقوة وسرعة قصوى عشان نوصل للكارت الاحمر، وبالتالي كان انذار مستحق. اتفق مع الحكم في القرار، وقرار صحيح من حكم المباراة. في الدقيقة 76 كان في هدف غير صحيح تم احتسابه لفريق أبو سليم. دي كان الخطأ الوحيد اللي موجود في المباراة، الخطأ الكبير اللي موجود في المباراة. الكرة لم تتجاوز بكامل هيئتها خط المرمى بين القائمين وتحت العارضة. المساعد الثاني احتسب هدف، طبعا ما فيش عندنا حكم في ار، وبالتالي تم احتساب هدف غير صحيح لأبو سليم. من حظ طاقم التحكيم بالكامل ان الهدف ده ما اثرش على نتيجة المباراة، لان في الاخر الزمالك اللي كسب المباراة، وبالتالي بنتكلم ان هدف غير صحيح تم احتسابه لابو سليم. طبعا تقنيه الفي ار مطلوبه في كل المباريات، انقاذ للمواقف اللي زي دي والقرارات الكبيره اللي زي دي. تخيل لو الجون ده هو جون المباراه، كانت هتبقى مشكله كبيره. في الدقيقه 91 مطالبه الزمالك بركله جزاء، لعبه شيكابالا اللي لعب برجله في ايد مدافع ابو سليم. الايد موجوده في وضع طبيعي، مش معنى الوضع الطبيعي ان تبقى الايد ملاصقه للجسم. الوضع الطبيعي الايد اللي موجوده في وضع طبيعي يعني بارتياحيه موجوده جنب الجسم بمسافه معقوله جنب الجسم، دي كانت موجوده مع مدافع ابو سليم الليبي. لمسه اليد غير الموجوده، بس مش لا تحتسب لانها غير متعمده، والايد مش مكبره الجسم. وبالتالي بنتكلم ان استمرار اللعب كان قرار صحيح، ومفيش طبعا معانا فار يشوف اللقطه. لو كان شاف اللقطه وموجود معانا فار كان اقول برضو استمرار اللعب مفيش فيها ركله جزاء. في الدقيقه 94 كان في مطالبه لاعب وسليم بركله جزاء، مفيش ركله جزاء واستمرار اللعب كان قرار صحيح. عموما المباراه خلصت تحكيميه، مفيش عندنا خطا في المباراه الا خطا المساعد الثاني باحتساب هدف غير صحيح لابو سليم. الكرة ما تجاوزتش خط المرمى تحت القائمين، بين القائمين وتحت العارضة بكامل هيئتها، وخطأ ما أثرش على نتيجة المباراة من حظ طاقم التحكيم. لكن في الآخر الحكم جامي لامين حكم مبشر، هنشوفه إن شاء الله في تطور لما ياخد ماتشات كتيرة في الاتحاد الأفريقي. هتلاقي الحكم ده يوصل لمستوى بكاري جسامة اللي كنا نعرفه في التحكيم الأفريقي.